بعد ما نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ونحط لايك للفيديو، تعالوا نشوف النهارده معانا المانجا بتاعتنا شكلها عامل ازاي، وهنتكلم عنها النهارده وعن الاصناف والانواع وازاي هي لونها حلو كده. شايفين معانا في العصير عامله ازاي، لون تحفه بجد يعني، ولا عليه اضافات ولا اي حاجه، هي ده لونها وده شكلها، وما اتعصرتش كمان يعني، انا ما صفيتهاش، هي كده من الخلاط على في العصير على الكوبايه على طول زي ما انتم شايفين كده. بجد القشره بتاعتها ناعمه جدا وبتدوب معاكي وبتدي طعم حلو كمان للمانجا. هنسمي الله ونصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. ونشوف بقى الفيديو بتاعنا النهاردة، ونشوف المانجا بتاعتنا النهاردة بكام، والأنواع بتاعتها ايه، وايه اللي ينفع نخزنه ونعمل منه عصير، وايه اللي ما ينفعش. طبعا دي المانجا دي سكرية جميلة جدا وطعمها حلو وقشرتها ناعمة زي ما انتوا شايفين كده، بتبقى حلوة جدا في العصير او تخزنيها، بتبقى معاكي حلوة جدا. الكيلو منها ب20 جنيه بس حلوة جدا بصراحة والله. يعني هتجيبي 5 كيلو ب100 جنيه، هتشيلهم عندك في الفريزر تعملي منها عصير، او حتى تاكلوها كده طعمها حلو جدا. وزي ما قلت لكم انا عصرتها بالقشره بتاعتها وطلعت ناعمه معايا في العصير وحلوه. ما احتجتش ان انا اصفي العصير ولا ضفت له لون ولا اي حاجه، هو لونه الحلو ده الطبيعي. ده النوع الحلو بتاعنا النهارده. في انواع تانية بقى بتبقى مانجا حمرا شوية كده بس طعمها وحش جدا، مش حلوة، ولا بتبقى حلوة في العصير ولا حلوة في الاكل. ده انضف نوع بصراحة، انا جربته احلى وانضف نوع. ما تنسوش بقى تحطوا لايك للفيديو. طبعا هنعمل منها عصير النهارده، وزي ما قلت لكم هنخزن منها. طبعا دول المانجا دي طيبه جدا، انا حطيتها شويه كده في الفريزر تتجمد. وبعد كده هنعملها عصير مع بعض وهوريكم شكلها يبقى عامل ازاي في العصير. دي المانجا بتاعتنا اهي زي ما انتم شايفين، صفرة جدا وجميله وقشرتها ناعمه زي ما قلت لكم، ورخيصه جدا مش غاليه. يعني ب20 جنيه او ب25 بس مش اكتر. حلوه جدا. نستغل بقى انها رخيصه الايام دي، يعني ده بحق كيلو طماطم، الكيلو الطماطم ب20 جنيه. هتجيبي لك 5 كيلو هتخزنيهم او هتعملوهم منهم عصير. حلوه جدا في الصيف الحر ده. كنت حابة بس اتكلم معاكم عن الانواع والاصناف، وده النوع اللي احنا جبناه. وهنعمله عصير بقى مع بعض دلوقتي وهنشوف شكله هيبقى عامل ازاي. طبعا للعصير هنحتاج معانا 3-4 معالق سكر كده او اكتر على حسب ما انت عايزة. طبعا المانجا دي انا نقيت الطيبة اللي فيها وحطيتها شوية في الفريزر على بال ما تتجمد علشان تبقى حلوة معانا في العصير. طبعا معانا تلج. هناخد التلج كده بالمية دي او بالتلج لوحده وهنحطه بقى في الخلاط. كل اللي هنحتاجه تلج او مية بتلج، وكمان معانا السكر، مش هنحتاج اي اضافات خالص للمانجا دي، وهتبقى احلى من اللي بتشتريها من بره 100,000 مرة. كفاية بس انها تبقى عاملاها بايديكي، وكمان رخيصة مش غالية. وفي الحر ده طبعا محتاجين عصاير كتير للولاد علشان خاطر الحر جامد جدا السنة دي والله الحمد لله. بس كده بعد ما حطينا المية بتلج هنحط بقى المانجا. انا زي ما قلت لكم هي طيبة شوية بس هتبقى حلوة جدا في العصير اهي زي ما انتم شايفين كده، صفرة وجميلة بقشرها. انا ما شلتش القشرة خالص من عليها، القشرة ناعمة وحلوة وهتدوب معانا في العصير زي ما انتم شايفين. كل حاجة قدامكم اهي، مفيش اي اضافات، المانجا والمية بتلج والسكر، مفيش اكتر من كده. بس كده هضرب بقى العصير ده وهرجع اوريكم شكله هيبقى عامل ازاي. بعد ما ضربت العصير طبعا كله اللي انتوا شفتوه ده، هنزل بقى العصير كده زي ما انتوا شايفين، والله العظيم ما صفيته ولا عملت فيه اي حاجة، من الخلاط على الكوباية على طول. شايفين عامل ازاي؟ طعمه حلو قوي وناعم. القشرة ناعمة دابت معايا على طول. ما احتجتش ان انا اقشره ولا اعمل اي حاجة. هي المانجا دي جميلة جدا، جربوها ان شاء الله هتدعولي عليها. حلوة للي مش عارف الانواع بتاعة المانجا، وجميلة جدا.
ده كان العصير بتاعنا، وده كان انواع المانجا النهارده. حبيت بس تاخدوا فكره. اتمنى طبعا اللي مش مشترك عندي في القناه يا ريت يشترك ويفعل الرنه. انا رحمه من قناه اسرار الطبخ مع رحمه. اتمنى طبعا تشتركوا في القناه وتفعلوا الرنه علشان يوصلكم مني كل جديد، واسيبكم في امان الله.